رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. فيلم اليوم هو فيلم إثارة حركة من عام 2025 بعنوان أد فيتام. يبدأ الفيلم مع عامل بناء يدعى فرانك. وفقا لوصف وظيفته فهو معلق بجانب مبنى طويل مع شخص آخر لاكتشاف الشقوق في الهيكل الخرساني خارج المبنى. في صباح اليوم التالي يأخذ زوجته الحامل ليو إلى المستشفى لمراقبة صحة الجنين. عندما يعيدها إلى المنزل يجد شقته مهجورة. تشعر ليو بالحيرة وتسأل فرانك عما يحدث، حيث أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام منزلهم في غيابهم. يتظاهر فرانك بعدم العلم بما يحدث ويذهب على الفور لزيارة صديقه ابني لمناقشة الأمر. عندما يعود إلى العمل يقوم شخص بقطع سلك الكابل وهو معلق في الهواء ويهرب. ينقذ فرانك نفسه ويطارده، لكن الرجل يفلت يعود إلى المنزل ليتأكد من أن ليو بخير. بينما يذهب للنوم نرى قاتلا محترفا يدعى فاناكين، وهو في مهمة لاغتيال شخص ما. على جانب فرانك يتأكد من أن ليو نائمة عندما يتسلل من النافذة ويصعد إلى السطح لتأمين المفتاح الذي كان يخفيه طوال الوقت. يعيده إلى الحمام حيث تكتشفه ليو. في نفس الوقت يقتحم فاناكين منزله مع رجاله. يحاول فرانك قتالهم لكنهم يربطونه مع ليو ويهددونه بتسليمهم شيئا ما يملكه. عندما يرفض يقوم رجاله بإغماء كلاهما وخطفهما. تنتقل المشاهد إلى فلاش باك من 10 سنوات مضت، حيث نرى فرانك وليو يتخرجان من برنامج تدريبي لوحدة الشرطة الفرنسية مع آخرين. يقترب ضابط كبير من فرانك ويسلمه شارة والده على ظهرها مكتوب أد فيتام، وهو ما يعني مدى الحياة باللاتينية. هناك فلاش باك داخل فلاش باك نرى فيه كيف التقى فرانك ببن خلال البرنامج التدريبي. بينما يتم تدريب فرانك وليو جنبا إلى جنب ينضم بن إلى القوات من الجانب العسكري. إنه بارع في التسلق والتوازن في الهواء. في إحدى المرات تقام مباراة ملاكمة بين الميليشيات ووحدة الشرطة العادية، حيث يقاتل ابن أحد زملاء فرانك. بنهاية البرنامج التدريبي يأخذ ابن اختبار الرماية، والذي ينجح فيه لأن فرانك كان هدفه مرتديا سترة واقية. هذا يمهد الطريق لصداقتهما. عندما ينضم رسميا إلى وحدة جين يعلق فرانك الشارة على زبن ويتمنى له حظا سعيدا. في يوم خروجهما يتجه الجميع للاحتفال لآخر مرة. بعد الاختلاط ببن تقترب ليو من فرانك وتقبله. يكتشف صديقه مانيكو الأمر ويمزح مع فرانك، حتى عندما يودعون بعضهم ويعودون إلى غرفهم يضايقه نيكو وزوجته مرة أخرى. عندما يذهب فرانك إلى غرفته تنضم إليه ليو مرة أخرى. بعد بعض الوقت يجتمع الدفعة في حفلة شواء، حيث يعطي نيكو نصيحة جيدة لفرانك وليو حول الزواج. بعد 9 سنوات من التخرج تتصل ليو بفرانك لإخباره أنها حامل. ينهي المكالمة قبل أن تخبره بالخبر لأنه يتلقى مكالمة أخرى. يتصل به عامل في الفندق للشكوى من إطلاق نار سمعه في الفندق. يذهب فرانك وأصدقاؤه على الفور إلى الفندق، حيث يرتدون ستراتهم الواقية وأقنعتهم ويدخلون دون انتظار التعزيزات. هناك يشك فرانك في رجلين ويحاول إيقافهما، لكنهما يفتحان النار عليهما. يصاب بن بينما يقفز نيكو على أحد المشتبه بهم. يطلق فرانك النار على المشتبه به لإنقاذ نيكو، كما يطلق النار على المشتبه به الثاني الذي كان يحتجز امرأة كرهينة. لسوء الحظ يصاب نيكو في عنقه خلال الهجوم وينزف حتى الموت. أولا يتم الاستيلاء على سلاحه، ثم يتم فصله مع تحميله المسؤولية الكاملة عن وفاة نيكو وإصابة بن. يجمع أمتعته ويقابل زوجة نيكو قبل المغادرة حيث يبكي. في تلك الليلة تعزي ليو زوجة نيكو أيضا. في جنازة نيكو يتعاطف فرانك مع طفل نيكو. يشاهد ليو وهي تتحدث إلى ضابطها الكبير. عندما يعودان إلى غرفتهما تكشف ليو أنها استقالت من الوحدة لأنها جادة في الاستقرار معه. عندما يذهب فرانك للاطمئنان على بن يتحمل المسؤولية الكاملة ويعتذر لبن. لا يسمح بن له بتحمل اللوم ويعترف بأنه كان ليفعل الشيء نفسه. يواجه الآن حقيقة أنه مصاب بشكل دائم بسبب طلقة الرصاص ومستبعد من وحدته أيضا. يعود فرانك إلى غرفته وينام بجانب ليو على الأريكة. يبدأان المواعدة ويقعان في الحب. ينتقلان للعيش معا في شقة صغيرة. أثناء تفريغ أمتعتهما يجد فرانك شارته ملطخة بدم أحد المشتبه بهم. يأخذها إلى مختبر الطب الشرعي لفحصها. عندما يكتشف فرانك الهوية الحقيقية للمشتبه بهم يزور بن ويشاركه أن المشتبه بهم كانوا عملاء سريين، غالبا ما يتم توظيفهم للقيام بأعمال قذرة لصالح شخصيات سياسية. على الرغم من خطورة الموقف يطلب بن منه عدم التدخل في هذا الأمر من الآن فصاعدا. يخفي فرانك النتائج في خزانة مع الشارة ويخفي مفاتيحها على السطح. بعد بعض الوقت يحضر فرانك وليو حفلة عيد ميلاد الابن الأصغر لنيكو. هناك
تشارك زوجة نيكو مع فرانك أن ابنها الأكبر يحمله مسؤولية وفاة نيكو إلى حد ما. يجلس فرانك معه بمفرده ويحاول توضيح الغموض، لكن ابن نيكو يصر على أنه لن يغفر له حتى يكشف عن هوية قاتل والده. مليئا بالندم يلتقي فرانك بمراسلة ويعطيها المعلومات بينما يبقى مجهولا. بعد ذلك يرى عميلان يقتربان من الوزير يوضحان الأمر حول حادثة إطلاق النار في الفندق، حيث ظهر عميل CIA يدعى جون برينان لعقد صفقة أسلحة. كان المشتبه بهم الذين قتلوا نيكو في الواقع عميلين من DGSI تم إرسالهما سرا لتفقد الصفقة. اكتشف برينان وجودهما فأطلقوا الماطر النار عليه وعلى رجاله عندما حاولوا لعاة الهروب. أثناء ذلك صادفوا فرانك وقوته الخاصة. هنا كشفوا أن المراسلة التي أرسلت إلى فرانك كانت عميلتهم في الواقع، ولهذا السبب لم يتم تسريب المعلومات. الآن يناشد العاملان الوزير لمساعدتهما في التخلص من الأدلة التي بحوزة فرانك. يقوم الوزير بتوظيف فاناكين لهذه المهمة. تنتقل القصة إلى الحاضر، حيث يظهر رجال فاناكين له لقطات حية لليو على هاتفهم، مما يؤكد أنهم يمتلكونها. يوافق فرانك على إعطائهم الشارة، وبالتالي يتركونه قريبا من شقته. يغسل فرانك وجهه الدموي ويرتدي هودي للتمويه. عندما يقترب من شقته يجد رجال الشرطة في كل مكان. هذا يدفع فرانك لتسلق أنبوب طويل خارج المبنى. يصعد إلى السطح ومن هناك ينزل إلى نافذة غرفته ويدخل بقوة. أثناء البحث في الحمام لا يجد المفتاح، ولكن يتم اكتشافه من قبل ضابط شرطة. يركل الضابط ويهرب إلى السطح. تحاول الشرطة إطلاق النار عليه، لكنه يقفز إلى المبنى المجاور ويهرب. يقترب فرانك من بن في مركز تدريب الأطفال ويخبره بكل شيء. يعيد بن فرانك إلى مكانه ويعطيه فكرة تلطيخ دمه الحقيقي على شارة بن وتسليمها، حيث أنه لا يستطيع العثور على المفتاح. بعد القيام بذلك يتصل فرانك بفاناكين لتأكيد أنه يمتلك الشارة. يعطي فاناكين فرانك موقعا للحضور إليه. ينضم بن إلى فرانك على دراجته النارية، لكنه يغادر قبل وصول رجال فاناكين. سرعان ما يصلون بسيارتهم ويطلبون من فرانك اتباعهم. عند القيام بذلك يصل فرانك إلى فاناكن. يطلب رؤية ليو قبل تسليم الشارة، لذلك يأخذونه إلى مكان مفتوح حيث قاموا بتقييد ليو تحت شجرة. يسمح فرانك لهم بأخذ الشارة من تحت مقعد الدراجة النارية. بعد ذلك يرسل فاناكين رسالة انتحارية إلى جميع جهات اتصال فرانك ويأمر رجاله بقتل فرانك وليو. عندما يغادر يصرف انتباه رجاله عن التنفيذ بسبب ضوضاء قادمة من الأدغال. بينما يذهب أحد الرجال للتحقق تجد الشرطة موقع فرانك عن طريق تتبع إشارات هاتفه وترسل رجالها للقبض عليه. في هذه الأثناء يعود الرجل من الأدغال ويطلق النار على رجاله. عندما يخلع قناعه يظهر أنه بن الآن يسرقون الأسلحة من الرجال الموتى ويتجهون نحو المبنى، حيث يؤكد فاناكين للوزير قيامه بعمله. عندما يسمع الطلقة الثالثة يدرك أن شيئا ما خطأ. يحاول الاتصال برجاله، لكن فرانك وبن يقتلان رجلين آخرين في المبنى. يحاول فرانك المغادرة بسياراتهم، لكن فاناكين يفتح النار تجاهه. يرد فرانك النار ويسمح لبن ببدء السيارة التي يهربون بها جميعا. يلاحقهم فاناكين ورجاله ويطلقون النار مرة أخرى. تطلق ليو النار على الرجال الذين يطلقون النار عليهم. خلال ذلك تصاب في ذراعها وتدخل في المخاض في نفس الوقت. بما أن الرجال لا يتركونهم يقفز فرانك من سيارته لصرف انتباه الرجال تجاهه. يحصل على مسدس ويطلق النار على فاناكين الذي يفعل الشيء نفسه من سيارته. يصل ضابطان شرطة على دراجاتهما الترابية، لكن فاناكين يطلق النار عليهما على الفور. يتمكن فرانك من الحصول على إحدى الدراجات الترابية ويهرب إلى الغابة. يمسك فاناكين بالدراجة الثانية ويتبع آثاره. من ناحية أخرى لا يزال بن وليو مطاردين من قبل سيارتين. يحافظ بن على تحفيز ليو وتفاؤلها خلال مخاضها. يخرج فرانك من الغابة، لكن الشرطة تنتظره بالفعل في الحقول المفتوحة. يعود فاناكين إلى الغابة بينما يحاول فرانك الهروب من الشرطة. ينتهي به الأمر بالعثور على مظلة شراعية يستخدمها للهروب. يتتبع فاناكين بن وليو ويأخذ طريقا مختصرا للعثور عليهما وإطلاق النار على سيارتهما من بعيد. يتفادى ابن الطلقات بقيادته المتهورة ويهرب مرة أخرى. الآن يتصل بفرانك لإخباره أن حالة ليو تزداد سوءا، لذلك يطلب منه فرانك أخذها إلى المستشفى. في وحدتهم يتلقى رئيسهم أخبار الفشل ويخرج للبحث عنهم مع قوته الخاصة. لا يزال رجال فاناكين يطاردون بن بينما يجد فاناكين فرانك ويحاول إطلاق النار على مظلته. أخيرا يصطدمون جميعا بالقرب من المستشفى، حيث يستهدف فاناكين ورجاله بن، لكنه يطلق النار عليهم جميعا. لا يزال فاناكين يقترب من بن بعد إصابته ويضربه بقسوة. يهبط
فرانك على فاناكين يدفعه بعيدا عن بن ويضربه. بعد ذلك تحيط الشرطة والقوة الخاصة بفرانك، يستسلم ويخرج زوجته المحتضرة من السيارة. عند رؤية ذلك تخفض القوة أسلحتها وتسمح له بأخذ ليو إلى المستشفى القريب. بينما يتم أخذ ليو للعملية، تقوم القوة الخاصة باعتقال فرانك ووضعه في زنزانة. سرعان ما تلد ليو طفلا سليما وتزور فرانك. الآن بعد أن عرفت القصة بأكملها تلعب دورها جيدا، يتم الكشف عن أنه خلال غزو فاناكين أخذت ليو المفاتيح سرا، وكان لديها الوصول إلى الشارة الحقيقية طوال الوقت، تقوم بتسليمها إلى الشرطة والتي يتم بثها أيضا على الأخبار. يتم إثبات براءة فرانك وإطلاق سراحه، حيث يجتمع مع ليو وطفلهما في مكان عام. ينتهي الفيلم. شكرا للمشاهدة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من الملخصات الرائعة.